ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأنباء وفاة صانع المحتوى العالمي خابي لام، الأمر الذي أحدث حالة واسعة من الجدل والحيرة بين متابعيه الذين يتجاوز عددهم 160 مليون حول العالم، بعد تداول منشورات تزعم وفاته المفاجئة عقب مغادرته الولايات المتحدة الأمريكية. لتكشف التحقيقات لاحقا أن كل ما تم تداوله لا يتعدى كونه شائعة كاذبة، وأن خابي لام ما زال على قيد الحياة، لكنه غادر أمريكا بعد احتجازه مؤقتا من قبل سلطات الهجرة في لاس فيجاس. وأكدت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أن المؤثر السنغالي الإيطالي سرنج خابان لام، والمعروف عالميا باسم خابي لام، تم احتجازه في مطار هاريريد الدولي يوم الجمعة الماضي بعد أن تبين تجاوزه مدة الإقامة القانونية الممنوحة له في تأشيرته، حيث دخل الولايات المتحدة في 30 إبريل الماضي، وتم السماح له لاحقا بمغادرة البلاد طوعا دون صدور أمر ترحيل رسمي بحقه لتجنب تسجيل مخالفة هجرة قد تمنعه من العودة لأمريكا مستقبلا. أثار خبر احتجاز خابي لام موجة كبيرة من التعاطف عبر مواقع التواصل، خاصة أنه يعد من أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم الرقمي، إذ اشتهر خلال فترة جائحة كورونا بفيديوهاته الصامتة التي تسخر من الحيل المعقدة بطريقة بسيطة وذكية، ما جعله يحصد ملايين المتابعين من مختلف الدول ويدخل قائمة مشاهير تيك توك العالميين. كما تعاون مع دار الأزياء هوجو بوس في حملة عالمية عام 2022، وتم اختياره سفيرا للنوايا الحسنة لدى اليوسف مطلع هذا العام.